طفل بعمر 10 سنوات يغتصب وينطعن 10 طعنات من القاتل. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله كله بخير. شباب تدوسوا بالاضافه واللايك والعده قصه حيطلع على الانستغرام مالتي انا، اتمنى تطبون وتضيفوني. يلا نبدا بالقصه. محمد العبيدي طفل عراقي بعمر 10 سنوات يسكن باحد مناطق بغداد، وعندهم جيرانهم اسمه سيف بعمر 25 سنه. هذا سيف كان عنده محل مال موبايلات، ومحمد مثل اي طفل كان يتمنى يصعد له تليفون جديد حاله حال الاطفال الباقيين. راح المحل جيرانهم سيف بما انه هو جيرانهم وثقه، وساله ايش قد سعر هذا التليفون؟ سيف قال له هذا التليفون سعره 80,000. فمحمد قال له ما يصير بي مجال بعد، لان انا اريده وعجبني التليفون ونعضل ويعامله في سبيل انه يشتري التليفون اللي كانت امكانيته 40,000 بس. هنا سيف استغل الموقف وقال له ماشي ما عندي مشكله، احسب لك التليفون ب40 بس بشرط تجيني الساعه 10 بالليل حتى اجهز لك التليفون